كلنا أكيد عندنا مخاوف في حياتنا، وفي بعض المخاوف بتكون مفيدة لينا في الواقع وساعدت البشرية إنها تستمر في الحياة، لكن في مخاوف مش منطقية ومش عارفين إيه فايدتها أو حتى إيه أسبابها، زي فوبيا الفقاعات وفوبيا الفراشات وكمان فوبيا الجبنة. في حد يخاف من الجبنة؟ فالنهاردة جايب لكم أغرب مخاوف هتشوفوها في حياتكم. بس قبل ما نبدأ، أنا إبراهيم، أتمنى تدعمني بلايك واشتراك، هيفرق معايا جدا، وتصلي على الرسول وتكتب لي رأيك في كومنت. بسم الله ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. أول فوبيا معانا الخوف من فتح الخزانات او الدواليب. كلنا واحنا اطفال صغيرين كان عندنا الفوبيا دي، بس الفوبيا دي مش منتشره في حياتنا اليوميه، لكن في ناس بتعاني منها لغايه دلوقتي، وحتى اسمها العلمي معقد، انا حتى ما قدرتش انطقه صح، وهتحدى اي حد يقراه صح. تاني فوبيا معانا الخوف من السباحه في الظلام. بالرغم ان مفيش مصطلح علمي للحاله دي، الا انها من المخاوف المنتشره في العالم، ولو فكرت شويه هتلاقي ده امر مفيد انك تخاف من السباحه في الضلمه، وده هيخليك في امان اكتر بصراحه. تالت فوبيا معانا الخوف من الفراشات. في ناس كتير بتخاف من العناكب وده طبيعي، لكن انك تخاف من هذا الكائن الكيوت ده اللي مش طبيعي، بس موجود فعلا، وفي ناس كتير بتخاف من الفراشات. رابع فوبيا معانا الخوف من النساء. طبعا حضرتك الموضوع واضح جدا ومش محتاج لاي تفسير، ومعروف علميا بالجاينوفوبيا. وفي فوبيا العكس، فوبيا الخوف من الرجال، وده معروف باسم الاندروفوبيا. ومعانا فوبيا رقم 5 انا مش فاهمها بصراحه، وهي فوبيا انك تعيش في شقه في الدور الارضي. انا عارف انك مصدوم دلوقتي، بس الفوبيا دي موجوده فعلا. صاحب الفوبيا دي عنده مخاوف وهواجس ان ممكن المبنى كله يتطربق فوق دماغه، او بيخاف من الناس اللي بتعدي في الشارع قدام شقته. سادس فوبيا معانا هتصدمك بصراحه، وهي الخوف من اللون البنفسجي. عايز اقول لك، لو عندك صديق بيخاف من اللون البنفسجي، قول له انت مش لوحدك على الكوكب، في ناس كتير بتعاني منه، واسمه العلمي بروفيروفوبيا. اما فوبيا رقم 7 بسميها فوبيا المعفنين، وهي فوبيا الخوف من الاستحمام. عايز اقول لك ان في ناس كتير عندها الفوبيا دي، واكيد انت كمان شفتهم، معروفين من ريحتهم، والشخص ده بيكون عنده خوف انه يستحمى معظم الوقت، واسمه العلمي ابلوتوفوبيا، المفروض اسمه عفانوفوبيا. تامن فوبيا معانا الخوف من الصراصير، وده طبيعي ومعظم الناس عندهم الفوبيا دي، وبالاخص البنات، وبصراحه عندهم حق. على قد ما هي كائنات بتخوف، لكن هي كائنات مقرفه اكتر، واسمها العلمي كاتساريدافوبيا. تاسع فوبيا معانا الخوف من الفقاعات، وده بصراحه من المخاوف العجيبه والغريبه. اللي بيكون عنده الفوبيا دي اول ما بيشوف الفقاعات بيخاف وبيجري من المكان على طول. عاشر فوبيا معانا الخوف من دخول المصعد، والخوف ده بيكون ناتج عن فوبيا الاماكن المغلقه او فوبيا المرتفعات. فبصراحه عندك حق انك تخاف، لان ليك اسبابك الخاصه اللي خلتك تخاف انك تركب اسانسير. ولو فكرت بالمنطق، كم شخص مات بسبب المصاعد؟ لو عندك فوبيا من دول او غيرها اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.